راه وليداتنا ضاعوا في الشارع، راه عينا ما نسكتو، راه وليداتنا تقهروا. ما يمكنش جميع المطالب غتحقق في دقه واحده، لا يعقل. السلام عليكم. نبيل وزال، الامين العام للمنظمه المغربيه لحقوق الانسان ومحاربه الفساد. للاسف الشديد الاخ ماهر، وبكل صراحه واتحمل مسؤولياتي بخصوص التصريح، للاسف كنشوفوا بعض التصرفات ديال بعض الاساتذه اللي تابعين بعض التنسيقيات اللي ما قدروش هاد الوليدات. للاسف الشديد كل تضامن ما يمكنش السي ماهر نشوفوا وليدات ولا وليداتنا ولا وليدات المواطنين في الشارع ومازال ما كيقراوش، وكاين بعض التعنت ديال بعض الاساتذه. اسمح لي السي ماهر، ولكن السلبيه كاين بعض الاساتذه كيقول لك انه مشكل عندهم مع الوزاره، يعني الوزاره خاصها تحل هذا المشكل. الوزاره بالنسبه للحكومه هي حكومه، بكل صراحه هي حكومه كامونيه، ولكن اليوم السي ماهر خاصنا اول حاجه نقدروا هاد الوليدات. ملي كنتكلموا على مصلحه الوطن فوق الجميع، كذلك مصلحه التلاميذ فوق الجميع. لا يعقل باننا نشوفوا وليدات الناس في الشارع ونشوفوا وليداتنا حنا في الشارع ونبقاو ساكتين كمنظمه حقوقيه. هذا لا يعقل. كان مقترح من عند الحكومه بزياده ديال واحد المبلغ ديال 1500 درهم. راه المطالب ما كتجيش دقه واحده السي ماهر، راه كل سنه. ولكن باش نشوفوا اليوم كاين بعض الاساتذه اللي كيتاسفوا على هاد الاساتذه. بالنسبه للنقابه اللي عقدت لقاءات تواصليه مع الحكومه، راه هاد الاساتذه راه هما اعضاء مع هاد النقابه. كيفاش اليوم غادي يجي يتكلموا بان النقابه خاصها جلسات معاهم الحكومه؟ ما يمكنش. غادي شوف الهبه ديال الدوله السي ماهر فوق الجميع. اسمح لي، تنسيقيات غير قانونيه. علاش الحكومه تجلس معاهم؟ تجلس مع النقابات اللي هي قانونيه. هذه هي الحقيقه. اليوم باش نشوفوا بان هاد الاساتذه اللي ما قدروش الابناء ديال المغاربه، اللي ما قدروش وليداتنا السي ماهر. اسمح لي، اليوم حنا كمنظمه السي ماهر صدرنا 5 البلاغات تضامنيه مع الاساتذه، ولكن ملي كنشوفوا هذا التعنت، اسمح لي. ولكن السلبيه كاين بعض التنسيقات كيقول لك حنا هذوك التنسيقات كيمثلوا الاغلبيه ديال الاساتذه. شنو تقول على هذه القضيه؟ لا السي ماهر، باش نكون مسؤول في الكلام ديالي، 15% ديال بعض الاساتذه ينتمون الى جماعه العدو للاحسان والنهج الديمقراطي، ويتكلمون بواحد المصطلح ديال الحراك. ما معنى كلمه الحراك؟ البلاد واقفه بالنساء ديالها بالرجال ديالها تحت القياده ديال سيدنا الله ينصرو. كاين بعض الاساتذه باغي يخلقوا الفتنه في البلاد. اسمح لي، اليوم ما يمكنش غنسكتوا، وخاص وزاره الداخليه تحمل المسؤوليه ديالها، النيابه العامه تحمل المسؤوليه ديالها، السلطات. ما كنتكلم على وزاره الداخليه، راه فيها قوات العموميه، فيها الدرك الملكي، الامن الوطني، السلطات المحليه. ينوضوا يديروا خدمتهم، مصلحه الوطن فوق الجميع. اسمح لي، باش نشوف انا نفترض الوليدات باقين في الشارع وبعض الاساتذه باقين كيزيدوا في التعنت ديالهم في هذه الوقفات. للاسف كل التضامن والغاري في الامر السي ماهر، واللي كنتاسفوا كمنظمه حقوق كامانه عامه المنظمه المغربيه لحقوق الانسان ومحاربه الفساد، كنشوفوا التضامن مع الاساتذه، ولكن ما شفناش التضامن مع الوليدات، ما شفناش التضامن مع وليداتنا. اسمح لي السي ماهر، كل التضامن مع التلاميذ، كل التضامن. سي نبيل، واش هذا الموقف ديالك انت او الموقف ديال المنظمه باكملها؟ انا كنتكلم بالاخوان ديالي ديال الامانه العامه، الاخوان ديالي ديال المكاتب الجهويه ولا الجهويه ولا الاقليميه ولا الساده الرؤساء على الصعيد الوطني والجهوي والاقليمي. الاخوان عاطينهم الحريه ديالهم يتكلموا. اللي باغي يسجل شي موقف تنديد مع الاساتذه يسجلوه، اللي باغي يعلن التضامن مع الاساتذه يعلن. اذا المنظمه كتعطي واحد الحريه لجميع المناضلين والمناضلات. انا اتكلم باسم الامانه العامه، ولكن الاخوان ديالنا في بعض المناطق الا كان عندهم شي موقف راه لديهم الحريه الصلاحيه الكامله يسجلوا الموقف. ولكن اليوم السي ماهر باش نشوفوا وليداتنا باقين في الشارع ونسكتوا، اسمح لي، بغينا غير شي واحد يقول الله ينعس الشيطان. سي نبيل، ولكن سي نبيل بالنسبه للاساتذه كيحملوا الوزاره المسؤوليه على حساب النظام اللي خرج جديد. حنا كان اول حاجه حملنا الحكومه. الحكومه دارت واحد الخطا كبير السي ماهر، اللي جلسات مع التنسيقيه واللي هي غير قانونيه، اللي هي غير قانونيه. اسمح لي، هذوك النقابه عندهم وضعيه قانونيه، والاغلبيه ديال الاساتذه مشاركين، راه هما اللي صوتوا على الناس ديال النقابه. كيفاش اليوم الحكومه دير؟ اذا حتى الحكومه مشاركه في التصرفات. ولكن اليوم شكون اللي عندي الضحيه؟ عندي التلميذ السي ماهر اللي باقي ليا في الشارع، عندنا وليداتنا اللي باقيين في الشارع. اسمح لي، اذا ما كان شي واحد غيتكلم، هذه هي الحقيقه السي ماهر.
بالنسبه لسينا بك نلاحظوا ان الوليدات دابا حنا يعني الدوره الاولى دازت ما قراو فيها والو، مقبلين تقريبا على الدوره الثانيه، اش غادي يديروا هاد الوليدات؟ سي ماهر اليوم نفسر الحكومه لقات الحل مع الاساتذه، صافي الاساتذه رجعوا يخدموا، رجعوا للاقسام ديالهم، والتلاميذ اللي ضاعوا، التلاميذ اللي ضاعوا سي ماهر شكون اللي غادي يعوضهم؟ شكون اللي غادي يعوضهم؟ اسمح لي انا اليوم كنعلن التضامن ديالي مع التلاميذ وما كنعممش على جميع الاساتذه، كاين اساتذه اصدقاء ديالنا، كاين اساتذه كينتميو معنا للاسره المنظمه نكون لهم كل احترام وتقدير. انا كنتكلم على بعض الاساتذه اللي هاد 15% اللي تابعين لجماعه العدو الاحسان والنهج الديمقراطي واللي باغيين نخرب لهاد البلاد، والبلاد كما كنزيد اكد بالنساء ديالها بالرجال ديالها واقفه هاد البلاد، وحنا مع سيدنا الله ينصرو، وخاص وزاره الداخليه تحمل المسؤوليه ديالها، خاصها دير التدخل ديالها في الموضوع عن طريق القوات العموميه سي ماهر، هذه هي المسؤوليه. اسمح لي ما يمكنش نشوف انا ولاد المواطن باقيين في الشارع ونشوف وليداتنا، نعم اسمع. اذا سي نبيل انت حاليا كتحمل المسؤوليه الاساتذه وايضا الوزاره، سي نبيل الكلمه اخيره اللي كتبغي تقول؟ اخر كلمه هو كل التضامن مع التلاميذ اللي باقيين في الشارع، وهاد الاساتذه اللي في التنسيقيات نعلو الشيطان ونرجعوا قريو وليداتنا، راه ما يمكنش جميع المطالب غتجي دقه واحده. اسمح لي السي المعاهد ما يمكنش غادي تجي، الحكومه كذلك كتحمل المسؤوليه ديالها، الهبه ديال الدوله مشات السي ماهر الى بقى هذا التعنت. وكاين السي نبيل الاساتذه ما كيطالبوش ما بغاوش التجميد، يعني بغاو الازاله ديال النظام الاساسي. لا شوف كان الازاله كاين طرق، ولكن هاد الاساتذه ما قدروش الوليدات لهاد المده. في خبارك السي ماهر بان 80% ديال التلاميذ اللي من المدارس العموميه التحقوا المدارس الخصوصيه. ما تنساش سي ماهر عندي 7 مليون ولا 8 مليون ديال التلاميذ اللي باقيين عندي في الشارع، وكيتم قال الحكومه ما قدراتهمش، حتى هاد الاساتذه ما قدروش الابناء ديالنا. اسمح لي السي ماهر ما قدروش، وكنحملوا الوزاره الداخليه تحمل المسؤوليه ديالها عن طريق القوات العموميه، الهبه ديال المؤسسه فوق الجميع. هذا راه التعنت على الاخوان وكل التضامن مع التلاميذ.